United States welcomes today's historic vote, which seizes upon this unique moment and builds on the momentum for a long overdue peace in Western Sahara. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. قبل 2.5 كان النظام الجزائري أراد أن يمنح الشعب ديالو نشوة الشعور بالانتصار في إطار سعيه لتجاوز مرارة النكسات الكثيرة اللي تعرضت لها بلاده آنذاك في مختلف المجالات. وعليه النظام قرر على أن الجزائر ترشح لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وقد نجح فعلا في كسب الأصوات اللازمة لدخول المجلس لمدة 2 بعد الفوز. عاملت الآلة الدعائية للنظام الجزائري على تسويق الأمر بشكل يبدو كإنجاز خارق، وبأنه يعكس مكانة الجزائر المتقدمة عالميا، وأنه علامة على تفوقها الدبلوماسي والسياسي. وراحت الأبواق الإعلامية تنسج التخيلات الوهمية حول المكاسب اللي غادي تجنيها الجزائر من هذا المنصب. بعضهم قال بأن قضية الصحراء ستشهد انفراجة تاريخية لصالح البوليزاريو بفضل الحضور الجزائري القوي في المجلس، وهناك من قال بأن المغرب غادي يعاني كثيرا على الصعيد الدبلوماسي من وراء تحركات الجزائر. ويوجد أيضا من قال بأن هذا الموقع سيساعد الجزائر على بناء روابط الثقة بينها وبين الدول الكبيرة كبار القوم، بما يحقق لها رغبتها في نيل صفة العضو الدائم عن قارة إفريقيا. أن كان هضرة كتدور على أن كاين واحد الإصلاح ديال مجلس الأمن الدولي وغادي يوسعوا الأعضاء الدائمين ويقدروا يعطيو لإفريقيا مقعدين، ويقول لك حنا الجزائر حنا نستحق أن نكون في ذاك المقعد. طبعا تقريبا حنا دابا بعد 2 لا شيء من هذا تحقق، بل على العكس تماما. كل ما حصلت عليه الجزائر من هذا المنصب هو مزيد من النكسات ومزيد من الخيبات ومزيد من التقهقر والانحدار أمام قوة الدبلوماسية المغربية. وتبين بالواضح على أن منصبها بمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم الذي تفاخرت به كثيرا لم يكن سوى نذير شؤم عليها وعلى مصالحها، ليس إلا والأسوأ من هذا حضورها في الجلسة الأممية التي عرفت إعلان وفاة المشروع الانفصالي بشكل رسمي ونهائي دون أن تقدر على منع أو تأخير أو التخفيف من حجم الكارثة. تصور يا أخي على أن انتظر القرار ديال دعم الحكم الذاتي رسميا في مجلس الأمن حتى جلست الجزائر وأصبحت عضو غير دائم في مجلس الأمن لتشهد بأم عينيها أكبر هزيمة سياسية ونفسية لها طيلة تاريخها القصير. ويجلس هذا الممثل الجزائري المغرور ينظر بحسرة إلى القرار وهو يمر أمامه، وهو لا يستطيع له دفعا ولا حتى التصويت ضده ولا حتى أن يمتنع عن التصويت، بل وصل به الأمر إلى حد عدم المشاركة في التصويت على القرار للسنة الثانية على التوالي. الإدلال عشية احتفالهم بذكرى استفتاء تقرير المصير تاع ديغول، واش يحتفلوا ولا يبداو يندبوا. بل إن الإعلام الجزائري مشى بعيد في البروباغندا وفي الكذوب، قال لك على أن التصويت على القرار ديال الأمم تاع البارح انتصار للجزائر. لو كان انتصارا للجزائر لشاركت على الأقل في التصويت ولا شاركت مع القرار ولو حتى امتنعت، بل هي لم تشارك أصلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا على المتابعة، وما تنساش تشاركوا في القناة، وإلى اللقاء.